السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلابي الأعزاء في قناة مستر محمد صلاح دروس رياضيات أونلاين. أتمنى لكم التوفيق. رمضان مبارك على الجميع، وبإذن الله نبدأ درس من دروس رياضيات تانية ابتدائي ترم تاني، وهو المصفوفة ولا مصفوفة. تعلم بيقولك ايه المصفوفة دي؟ هي عبارة عن ايه؟ هي نمط يحتوي على أشياء مرتبة في صفوف وأعمدة لا تتخللها فراغات. يعني المصفوفة دي عبارة عن صفوف وأعمدة يا جماعة كده باختصار، بس بشرط ان ما يتخللهاش فراغات. يعني هنا الشكل اللي قدامي ده هنا عندي صف كامل اهو، صف كامل اهو مفيش فراغات ما بينهم، لذلك بنقول عليها مصفوفة. لذلك بنقول عليها دي اسمها ايه؟ مصفوفة. طيب الشكل التاني ده دي لا تسمى مصفوفة، ليست مصفوفة لأن بها فراغات، لأن بها ايه؟ فراغات. تمام. تعالى كده بيقول لك اهو تدرب نشاط واحد، اختر مصفوفة او ليست مصفوفة كما بالمثال. الشكل ده مصفوفة ولا ليست مصفوفة يا شطار؟ دي ليست مصفوفة لان في مكان فاضي اهو ومكان فاضي اهو، يبقى دي ليست مصفوفة. الشكل التاني ده دي مصفوفة ولا ليست مصفوفة؟ دي مصفوفة، اقدر اقول عليها مصفوفة. تمام. عندي 3 صفوف، ادي اول صف وتاني صف مكتمل وتالت صف مكتمل، وعندي 3 أعمدة، زي كده بقول على الشكل ده مصفوفة. تمام. هنا ب دي مصفوفة ولا ليست مصفوفة؟ دي ليست مصفوفة لأن في فراغات اهو. وهنا الشكل ده هنا لا، الشكل دي مصفوفة، عندي صفين و4 أعمدة، يبقى الشكل ده مصفوفة. ما تنساش تعملنا اشتراك للقناة واعجاب للفيديو وتفعل زر الجرس عشان يوصلك منهج تانية ابتدائي ترم تاني كامل، وتبقى محترف في مادة الرياضيات ان شاء الله. هنا بيقولك السلب المناسب نشاط 2، دي مصفوفة ولا ليست مصفوفة؟ دي موصلة مصفوفة. دي الشكل ده ليست مصفوفة لان بقى فراغات. الشكل ده وصله بالمصفوفة لانها مصفوفة مكتملة. تمام. بيقول لك نشاط 3، اكمل بالرسم لتكون مصفوفة كما بالمثال. هنا كمل اهوت قلب، كان ناقص قلب، وهنا هنكمل دايرة وهنا هنكمل دايرة عشان تبقى مصفوفة. تمام. هنا ايه اللي ناقص؟ هنا هنكمل مربع وهنا هنكمل مربع عشان تبقى مصفوفة. لو سبتها زي كده بنسميها صورة او ليست مصفوفة لان بقى فراغات. تمام. بيقول لك نشاط 4، استخدم نجمة لتكون مصفوفة. انت ممكن تعمل ترسم نجمة عادي تكون مصفوفة، صفين في صفين، عمودين في عمودين، هنا كذلك المثلث وكذلك دي. تمام. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ايجاد العدد الكلي لعناصر المصفوفة. ايجاد العدد الكلي اللي هي دروس 78 ل 80، ايجاد العدد الكلي لعناصر المصفوفة. بيقول لك تعلم تحتوي المصفوفة على صفوف أفقية وأعمدة رأسية. بص، أول حاجة دي بقول عليها الصف، وده اهو بقول عليه عمود. تمام. يعني المصفوفة بتحتوي عبارة عن صفوف وأعمدة، مصفوفة عبارة عن صفوف أفقية وأعمدة رأسية. تمام. هنا أنا عندي كام صف وكام عمود؟ عندي صفين، الصفين دول لو جمعتهم هيدينا 4 زائد 4 8. تمام. عندي كام صف؟ هو مش واضح من الرسمة بس انا عندي 3 صفوف، ادي صف وادي صف وادي صف، 3 صفوف. لما اجمعهم 4 زائد 4 زائد 4 يديني 12. دي كده ايجاد العدد الكلي باستخدام صفوف ومصفوفة. طب لما اجي اجيب ايجاد العدد الكلي باستخدام اعمدة المصفوفة، عندي صف اهو. تمام. 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 هيديني 12. تمام. كده عرفنا عند عدد صفوفه و3 عدد الأعمدة 4.
بيقول لك يمكننا إيجاد العدد الكلي لعناصر المصفوفة بعد عناصر المصفوفة أو باستخدام الجمع المتكرر للصفوف أو الأعمدة كالتالي. تمام، يعني هنا دي بيقول لك باستخدام الصفوف تحتوي المصفوفة على 3 صفوف وكل صف به 4 قطع حلوة. ده بمجمع الصف ده 4 زائد 4 زائد 4 هيديني 12. تمام، هيديني 12. تمام. باستخدام الأعمدة بيقولك تحتوي المصفوفة على 4 أعمدة وكل عمود به 3 قطع حلوة اهو. 4 زائد 4 زائد 4 زائد 4 هيديني 12. تمام كده، ممتاز. بيقول لك ايه بقى هنا؟ نشاط 5، عد الصفوف واكتب مسألة الجمع ثم عد الأعمدة واكتب مسألة الجمع كما بالمثال. هنا أنا عندي كم صف؟ صفين. وكم عمود؟ 4 أعمدة. لما أعد الصفوف بسم ب4 زائد 4 بيساوي 8. تمام. لما أعد الأعمدة 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 يديني 8. طب هنا بيقولك هنا عد كم عندي؟ كم صف؟ 3 صفوف. وكم عمود؟ 4 أعمدة. 3 صفوف فين يا جماعة؟ اهو دي بقول عليه صف، السطر ده كله بقول عليه صف اهو، سطر وسطر، كل سطر بقول عليه صف. يبقى انا عندي 3 صفوف و4 أعمدة. لما اعد باستخدام عدد الصفوف يبقى 4 زائد 4 زائد 4 بيساوي 12. اما اعد باستخدام عدد الأعمدة يبقى 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 بيساوي 12. تمام، ممتاز. انا بقولك ب عدد الصفوف عندي صفين وكم عمود و5 أعمدة. لما اجيب الجمع المتكرر باستخدام عدد الصفوف يبقى 5 زائد 5 بيساوي 10. لما اجيب الجمع المتكرر باستخدام عدد الأعمدة يبقى 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 بيساوي 10. تمام. لك رقم ج، عدلي عدد الصفوف. عندي كم صف؟ 3 صفوف. وكم عمود؟ 6 أعمدة اهو. عندي 6 أعمدة ازاي؟ 1 2 3 4 5 6. بالجمع المتكرر باستخدام عدد الصفوف يبقى 6 زائد 6 زائد 6 بيساوي 18. عدد الأعمدة يبقى 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 بيساوي 18. ممتاز. هنا بقى بيقول لي المثال ده اديلي برضو عدد الصفوف. انا عندي كم صف؟ 3 صفوف. خليك معايا ثواني. متنسوش تعملوا لنا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس يا جماعة عشان يوصل لكم كل جديد، وربنا يوفق جميع طلابنا يا رب. متنساش تعمل لنا اعجاب للفيديو واشتراك بالقناة وتفعل زر الجرس. هنا انا عندي كم صف؟ 3 صفوف. ممتاز. وكم عمود؟ 3 أعمدة. يبقى ناتج الصفوف كام؟ 3 زائد 3 زائد 3 بيساوي 9. كذلك ناتج عدد الأعمدة اهو 3 زائد 3 زائد 3 بيساوي 9. طب ركز في دي كده. طب خليك معايا كده ثواني، هديك مثال وتقول لي كده. تمام. لما اجي اقول عندي مصفوفة اهي 1 2 3 4 الشاطر اللي هيقول لي انا عندي كام صف وكام عمود. عدد الصفوف هنا يا جماعة 5 صفوف. عدد الصفوف كام؟ 5 صفوف. ليه؟ ادي صف 2 3
4 5. دي 5 صفوف، وكم عمود؟ هو عمود واحد اللي هو العمود ده. انا عندي ناتج دي بعبارة عن 5 صفوف وعندي عمود واحد. تمام، ممتاز. بيقول لك ايه اسم المصفوفة. يمكن كتابة اسم المصفوفة باستخدام عدد الصفوف والأعمدة كالتالي. يعني اسم المصفوفة عدد الصفوف وعدد الأعمدة. مثلا في المصفوفة المقابلة عدد الصفوف 2 وعدد الأعمدة 5، يبقى عندي اسم المصفوفة بيساوي 2 في 5. 2 في 5 بكتب عدد الصفوف الأول في 5 عدد الأعمدة. تمام. النشاط التاني ده بيقولك هنا عندي كم صف؟ 3. وكم عمود؟ 4. يبقى اسم المصفوفة 3 في 4. هنا عندي كم صف؟ صفين و6 أعمدة، يبقى اسم المصفوفة 2 في 6. تمام، ممتاز. اسم المصفوفة بقول عدد الصفوف الأول في عدد الأعمدة. أشوف عندي كم صف واكتبهم في كم عمود واكتب عدد الأعمدة. هنا عندي كم صف؟ 4. وكم عمود؟ 5. يبقى اسم المصفوفة 4 في 5. تمام. كذلك درس سهل وبسيط برضو تضمن درجته النهائية. ده هيأسسك قدام ان شاء الله لما توصل اعدادي وثانوي، هيأسسك كويس. هنا مثلا الشاطر اللي هيقول 1 2، دي اسم المصفوفة دي كام في كام؟ عدد الصفوف كام؟ هو صف 1. عدد الأعمدة 10 أعمدة، يبقى اسم المصفوفة 1 في 10. ممتاز ممتاز. طب وهنا برضو بقولك سيب كل مصفوفة باسمها، حلها واجب. حلوا واجب يا جماعة، وابعتولي في الكومنتات وابعتولنا على صفحتنا وعلى جروبنا على الفيسبوك، عشان اللي واقف قدامه حاجة نشرحها مع بعض سوا. واللي عايز شرح مادة درس معين في منهج الرياضيات يبعت لنا في الكومنتات او يخش يراسلنا على رسائل الصفحة ونشرحها له باستفاضة. كده كده احنا بنشرح تأسيس وخطوات بسيطة خطوة بخطوة عشان انت تفهم، وكذلك ولي الامر لو بيسمع الدرس يفهم. وربنا يوفق الجميع يا رب، ورمضان مبارك عليكم جميعا. واخر حاجة هقول لكم ادعوا لنا دعوة حلوة من قلبكم، وما تنسوش تعملوا لنا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس وتصلوا على حبيبكم النبي. ونشوفكم في درس جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.